في الفترة الأخيرة كلنا شايفين إزاي زادت ظاهرة البلطجة بشكل واضح في الشارع المصري، سواء في شكل مشاجرات أو بلطجي عامل فيها أسايس، ولا سواق توك توك المفروض نازل ياكل عيش وفجأة تلاقيه شايل سكينة ولا سيف في التوك توك ونازل يتبلطج على الناس، ولا بلطجي بيحاول يفرض السيطرة على أهل منطقته بالقوة والسلاح. ده غير البلطجية المأجورة بالفلوس لتنفيذ عمليات خارج عن القانون، ولا شخص مأجر بلطجية عشان فاكر إنه كده بياخد حقه عشان مش هيعرف ياخده بالقانون. وأصبحنا عايشين في فوضى عارمة، قانون الغابة بيحاول يتحكم في الشارع، والقوي بيستقوى على الضعيف تحت تهديد السلاح. وأسباب انتشار البلطجية أو البلطجة بشكل عام كتير، سواء للمخدرات أو الفقر أو الجهل والنفوذ غير السوية، أو بسبب عقوبات غير كافية لردع الجريمة، أو بإحساس بعض الناس بغياب العدالة في تطبيق القانون وإنه مش هيعرف ياخد حقه بغير طريق البلطجة. وأنا هنا مش عايز أناقش الأسباب لأن كلنا عارفينها وحافظينها، على قد ما عايز أناقش الحلول القانونية والأمنية والقضائية اللي نقدر نواجه بيها انتشار الظاهرة دي قبل فوات الأوان، لأن أصبح الموضوع داخل في سكة تهديد السلم والأمن العام للدولة، وإحساس الناس بفقدان الشعور بالأمن والاستقرار. وبالتالي أولا يجب صدور تشريعات جديدة تنص على تشديد العقوبات في جرائم البلطجة واستعراض القوة وحمل السلاح الأبيض، لتصل للسجن المشدد والمؤبد بمجرد حمل السلاح والتلويح به فقط حتى لو ما استخدمهوش. في حالة استخدامه في مشاجرة أو لفرض السيطرة تكون العقوبة هي الإعدام حتى لو لم ينتج عن الاستخدام ده جريمة قتل. ثانيا صدور قانون استثنائي زي قانون الطوارئ كده، ويكون اسمه قانون مواجهة البلطجة حتى لو وصل الأمر للمحاكمات العسكرية. ثالثا تخصيص دوائر قضائية خاصة بمحكمة الجنايات لنظر جرائم البلطجة واستعراض القوة وحمل السلاح الأبيض لسرعة صدور الأحكام في هذه الجرائم. وفي النهاية دي مش قضية أمنية، لكن دي قضية مجتمع كامل لازم يواجهها بكل قوة وحسم بدون خوف، لأن العلم والاحترام والقانون هم اللي يفرضوا سيطرتهم في الآخر على الشارع المصري.